يا منارة الجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم الجمعة الطيب المبارك نلتقيكم مع برنامج قضايا أريتريا. في بداية اللقاء يسعدنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. أهلا وسهلا. ومع شهر رمضان الكريم وما فيه من البركات والخيرات وما يحصل فيه من فضل الله علينا وما يحققه المسلم من تقوى الله عز وجل، وتنعكس هذه التقوى في حياة المسلم استقامة وسلوكا وإقبالا إلى الله عز وجل. رمضان والمساجد في بلادنا يعني من ضمن ما حقيقة يكون لهذه المساجد من مكانة عالية معروفة في الدين، مكانة المساجد وأهميتها وكيف أنها حقيقة تكون عامرة. والله عز وجل يقول أن المساجد لله وأحب البقاع إلى الله، كما جاء في الحديث المساجد. وحقيقة حري بنا أن نتعرف إلى اهتمام أهل بلادنا أريتريا للمساجد واحترامهم لها، ولعل في بداية اللقاء أن نتعرف ونعرف شبابنا خاصة فضيلة الشيخ كيف هي حقيقة مكانة المسجد وأهمية المسجد في مجتمعنا المسلم في بلادنا أريتريا. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندما يكون الحديث عن أهمية المسجد أو مكانة المسجد عند شعب ما، فهو بطبيعة الحال سينبع أو ستنبع أهمية الشيء من خلال ارتباط هذا الشيء بعقيدة المسلمين وبشريعة المسلمين وبدين المسلمين. ولا شك بأن المسجد يحتل مكانة كبيرة جدا في التصور الإسلامي، فقد كان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة هو أنه أقام المسجد، فكان المسجد هو المكان الذي يعبر عن الوجود الشعائري والوجود كذلك الوجود الهوية الإسلامية في داخل هذه المدينة التي تنطلق من المسجد. ثم كان المسجد بطبيعة الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن مركزية المنطلق كله، كانت تمارس فيه القضاء وتحل فيه المشكلات ويكون فيه الشأن الاجتماعي ومنه تنطلق الجيوش، فكان المسجد أشبه ما يكون بنقطة جامعة لكل ما هو من مهام الدولة الإسلامية. بطبيعة الحال عندما انتقلت هذه الفتوحات إلى بلاد المسلمين، أيضا نفس الاهتمام ناله المسجد كاهتمام من هذه الشعوب التي وجدت نفسها مع الفتح الإسلامي أنها قد دخلت في دين الله أفواجا. لكن بالنسبة للمساجد في إريتريا تكاد ترتبط بشكل مباشر مع مجيء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع مجيء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى السواحل البحرية الإريترية، وتحديدا في منطقة مصوع، حيث تذكر الآن الروايات التاريخية بأن أقدم مسجد كان قد بني هو قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد الذي يعرف بمسجد الصحابة في مدينة مصوع. هذا المسجد فيه تقريبا الآن قبلتين كما يروى. قبلة كانت نحو بيت المقدس عندما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، والقبلة الأخرى اللي هي إلى البيت الحرام. فإذا أنت المساجد يمكن أن يؤرخ لها من هذا التاريخ إلى تاريخ دخول الصحابة رضوان الله عليهم. ثم تدرج بعد ذلك الأمر بأن المسلمين حيثما حلوا فإن أول ما يبدأون به سواء في أريافهم أو في قراهم أو في مدنهم كان هو أنهم يجعلون منطلق الحياة عندهم كان هو المسجد. نفس الفكرة اللي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد يكون هو الأساس. حقيقة أن التاريخ طويل فيما يتعلق بموضوع المساجد، ولكن يعني هنالك تقرير يعطي الصورة على الأقل ما قبل
الحالة الراهنة. يعني اليوم قد يكون في تغيرات كبيرة سلبا أو إيجابا على يكون في تغيرات، لكن خلينا نقف على يعني أكثر تقرير فيه تقريبا معلومات مفصلة اللي هي كان قدمه مفتي الديار اللي هو إبراهيم المختار، ومنشور كذلك في موقع إبراهيم المختار. هذا التقرير كتب في 27 رمضان 1376 اللي هو في 1957، يعني سنة 57 قدم هذا التقرير للأوقاف وللإدارة التي لها علاقة في ذلك الوقت. طبعا تقرير طويل، ولكن سبحان الله يعني لاحظت بأن التقرير يتناول المساجد من ناحية تاريخية إلى لحظة كتابة التقرير، ويتناولها أيضا من خلال المدن، كل مدينة وفيها. ثم يقسم المساجد، يقول والمساجد على قسمين. القسم الأول يقول مساجد البوادي والأرياف، والمساجد النوع الثاني مساجد المدن والقرى. كأنما البوادي المقصود بها المناطق التي ما فيها قرية ثابتة ولا فيها مدينة، لكن مع ذلك أيضا فيها إيه؟ فيها بعض الأسر، فيها بعض المواقف، هذه أيضا يبنون فيها مسجدا يصلون فيه. ثم التقرير أيضا يفصل بعد ذلك المساجد نفسها، يقسمها إلى مساجد وجوامع، فيجعل مثلا المساجد أي شيء هيئ للصلاة فيه فهذا مسجد، والجامع هو ما كان جامعا للصلوات الخمس مع صلاة الجمعة. فيمكن المدينة يكون فيها مثلا 50 مسجد، ولكن يكون فيها جامع إيه؟ جامع واحد. وأنت تعرف طبعا الخلافات الفقهية في موضوع وحدة الصلاة الجمعة، وحدة صلاة الجمعة. فتجد أنه والله يحرص أنه المساجد عادية تكون كثيرة، ولكن صلاة الجمعة يحرص أن يبنى لها مسجد إيه؟ مسجد واحد يلتقي فيه الناس. ثم المساجد نفسها في التقرير يقسمها أيضا إلى مساجد قديمة ومساجد جديدة. المساجد نفسها فيها مساجد قديمة. ثم يقول بأن المساجد القديمة أغلبها كان باعتبار دخول الصحابة عن طريق السواحل البحرية، ثم بعد ذلك أيضا كثير من الحكومات والولايات الإسلامية نشأت هنا في هذه المنطقة، بدءا من الدولة الأموية كان التركيز على السواحل، الدولة العباسية التركيز على السواحل. فتلاحظ بأن الكثرة الكاثرة من المساجد كانت أيضا على إيه؟ على هذه السواحل البحرية. ثم يشير التقرير إلى أنه حصل زلزال 1922 في مدينة مصوع والجزر التي في هذه المنطقة، ويقول أخذت جزء كبير جدا من هذه المساجد الأثرية، مساجد أثرية كثيرة. يعني مثلا ذكر منها مسجد حسن باشا، مسجد أودا باش، مسجد عبد حامد، مسجد ابن علوان، مسجد عبد الله أسعد، مسجد صباح، مسجد الشيخ إبراهيم، مسجد الشيخ إسماعيل. هذه كلها مساجد سبحان الله حصل فيها إيه؟ أخذت عن طريق هذا الزلزال، وبالتالي فقدت إريتريا أعداد كبيرة جدا من المساجد إيه؟ مساجد الأثرية التاريخية. ثم دخل بعد ذلك التقرير ليخبرنا عن جملة ما في القرى والمدن. قال بالنسبة للمساجد في الأرياف صعب نحصيها، اللي هي القرى الصغيرة هذه اللي يتتبع فيها، يقول ما يمكن نحصيها لكثرتها. جميل. وهذا يدلك على انه والله الشعب الاريتري مرتبط بمساله ايه؟ مساله المسجد. يعني كل خلوه ممكن يكون فيها مسجد، مش كده؟ والخلوه ما تتطلب الا وجود 5 6 بيوت مثلا، ويكون فيها شيخ ويكون عندها طلاب، يعني ما مش مشكله. لكن هو حاول التقرير ان يقدم تفصيلا عن المساجد والجوامع في القرى ايه؟ والمدن. جميل. فاشار الى ان جمله هذه 796 مسجد في عموم ايه؟ في عموم المدن والقرى. قسمها طبعا بعد ذلك على عدد من المناطق. مثلا عندك جامع عبد وقره وعبد خالة، يقول عدد الجوامع 2 وعدد المساجد 204. لاحظ الآن أنا حاولت في البداية أشير إلى الفرق بين الجامع وبين إيه؟ المسجد ممكن كل مجموعة أسر باتجاهها تعمل لها إيه؟ تعمل مسجد فتصلي فيه. جميل. الجامع يكون إيه؟ لصلاة الجمعة. فأهل المدينة كلهم يذهبون إلى جامع واحد مثلا للصلاة. لكن هنا عندنا جامعين في عدي وقري. عندك جامع الشافعي والجامع الحنفي بمدينة مصوع، والشاذلي بحطملو وحرقيقو ودهلك وقندع، هذه كان فيها 6 جوامع.
لكن فيها 172 مسجد. يا سلام. لاحظت؟ شوف انت هذا الكم الكبير. عندك بعد كده جامع صنعفي وعبد قيح وسجنيتي دق محري وماي عداقة وطرونة. هذه كان تقريبا 6 جوامع لصلاة الجمعة و154 مسجد. المهم هي بهذا الشكل تقريبا. عندك بعد ذلك جامع حجر وتسني وجامع عصب الكبير وجامع العاصمة اللي هو جامعين في أسمرة هما جامع عبد القادر الجيلاني وجامع أكريا، وبعد دخل في جوامع كرن وجوامع نقفة. فالشاهد سبحان الله هذه الأعداد الكبيرة من المساجد والأعداد الهائلة تدل على أن إلى أي مدى كانت حالة حالة المساجد. ونحن نتكلم الآن اللي هي ما قبل تفجر الثورة الإريترية. جميل. بين لك إنه الحج طبعا في العهد الأثيوبي من الملاحظات اللي يذكرها التقرير، الإمبراطور رغم عداوته للإسلام، وهذه من المفارقات طبعا، عداوته للإسلام في أثيوبيا وكان يقمعهم قمعا شديد، إلا أنه كان يتعامل بنوع من محاولة الاسترضاء للشعب الإريتري. أنه كان يمكر بأنه والله يضم البلد، وبالتالي يريد أن يشعرهم بأنه والله أنا ما عندي إشكال مع فسبحان الله دعم 3 مساجد. دعم 3 مساجد. نعم. دعم مسجد في كرن، ودعم مسجد في مصوع، وفي مسجد ثاني أقردات. نعم. مسجد أقردات. نعم. أحسنت. فهذه طبعا كانت إشارة طبعا هنا بتدخلنا مباشرة إذا كان والله هذا هو المحتل والإمبراطور هيلي سلاس وبتاريخه الكهنوتي المعروف، كيف تعامل بعد ذلك الدولة الوطنية يعني مع هذه الحالة، مع وضعية المساجد. على كل هذه ممكن نأتي إليها. الشاهد هنا أن المساجد يذكر التقرير أيضا الأوقاف التي ارتبطت بها، وهذه مسألة مهمة جدا أيضا الشباب عليهم أن يدركوا هذا الوضع، وهو أن المساجد كانت تقف على التمويل الشعبي. والتمويل الشعبي المجتمعي في الدولة الإسلامية وفي الشعوب والمجتمعات الإسلامية ما كانت تعتمد على الدولة، تعتمد على أموال المحسنين الخيرين الذين يوقفونها لصالح المساجد. فتجد مثلا مسجد واحد مسجد الخلفاء الراشدين حوله مجموعة من الأوقاف كلها تصب في تمويل المسجد. تمويل المسجد في كهربته، تمويل المسجد في نظافته، في فرشه، في صيانته، في أئمته، في مؤذنيه. هذه كلها تصرف في هذا المصرف. فلم تكن المساجد تعتمد على على الدولة. لاحظت؟ لم تكن تعتمد على الدولة، وبالتالي كان حركة المجتمع عندنا حركة فاعلة في بناء المساجد وفي صيانة المساجد. والتقرير على كل يشير إلى موضوع الأوقاف أيضا وكيف كان. وفي تلك الفترة طبعا كان سبحان الله الجاليات العربية سواء كانت يمنية أو كانت مصرية أو كانت على حجازية، كانوا أيضا لهم دور بارز في هذه الحالة في قضية المساجد وفي الأوقاف. بل فترة من الفترات تتبع التقارير مثلا في بعض الاحتلال الإيطالي أو البريطاني تقريبا، تجد أن الأوقاف كانت تقاد بشكل كبير من غير الإريتريين، تقاد حتى من الجاليات. فكانت المسألة فيها هذا التكافل وهذا التضامن الإسلامي الذي ربما يعني خلبا. نأتي حتى لا أطيل في الموضوع. اليوم تقريبا جاءت الدولة الوطنية، ونلاحظ أن والله حالة الانفتاح والتقدم والصيانات هذه للأسف الشديد حصل فيها نوع من التراجع. صحيح لا نقول بأنه والله لم تحصل إضافات، حصلت بعض الإضافات، حصل أنه في مساجد بنيت في العهد الوطني الآن، خصوصا مثلا مدينة كرم بني فيها جامع كبير جدا تبنته الحكومة القطرية. لكن في نفس الوقت أيضا خلينا نقول بأنه أيضا فقدت إريتريا 3 من المساجد الأثرية الكبيرة في منطقة مثلا سراي، هدمها تقريبا النظام بحجج على كل كثيرة. فهدم مساجد تاريخية أثرية كان يمكن أن تكون منارة من منارات الحضارة في هذا البلد. للأسف الشديد لم يلتفت إليها النظام، مع أننا نلاحظ كيف يتعاطف الطرف الآخر. تجد أنه والله يحدث بنايات ويحدث لفتات ويحدث ما يريد أن يجعله آثارا مسيحية في المستقبل. فتجد أنت الصلبان مثلا في مناطق المسلمين الآن وفي جبالهم وفي مناطق الطرق الظاهرة، تجد هنالك أشياء تبنى جديدة، بينما هو حاول على كل أن يهدم المساجد التاريخية. فموضوع المساجد تقريبا للأسف الشديد يمر بكثير من التضييق وبكثير من
عدم التوسعة، فلا تجد لا تجد مثلا المساجد في صيانتها بالشكل المطلوب. هنالك مسجد كرن الكبير مثلا معرض ربما للانهيار. وهنالك فترة من الفترات منحة سعودية قدمتها تقريبا ب6 مليون دولار، قدمتها الحكومة الإريترية لصيانة المساجد الإريترية. وبعد مرور أكثر من سنة يرفع التقرير بأنه والله مساجد إريتريا جيدة ولا تحتاج إلى صيانة، ويبدأ يدخل المال إلى إيه؟ إلى خزينة الدولة. ومن لحظتها طبعا بدأت الآن الدول الأخرى تشعر بأن هذه الدولة ليست مؤتمنة على أموال الناس وأوقافهم وعلى كذا، وبالتالي ضيقت على كلنا. هذا باختصار شديد موضوع المساجد وخلفيتها التاريخية. شكرا لكم فضيلة الشيخ، حقيقة على هذا البيان وتوضيح الخلفية. حقيقة يعني هذه التقرير المفتي السابق رحمه الله ما تفضل به، والحقيقة هذه الصورة القوية المشرقة لأهمية المسجد وبهذا الحجم بهذا التفصيل يعني تنبئنا حقيقة عن عناية فائقة حقيقة في وجدان أهل أريتريا وعنايتهم بهذا، وأنه ركن أساسي في نعم. حقيقة. في هذا السياق فضيلة الشيخ لو أيضا أشرنا إشارة يعني عاجلة، هذا الحس وهذا الاهتمام حتى نجد عندما انتقل إلى المهجر الحقيقة الإريتريون مثلا إلى السودان، فالحقيقة المسجد يأتي ضمن أولوياتهم. يعني يمكن هذا أيضا ملاحظ شفناه وعشتمه أيضا يعني في مختلف المواقع سواء المدن أو في يعني المعسكرات أيضا. هذه لو ألمحتم إلى هذا الجانب يعني. هو سبحان الله الإريتري المسلم مرتبطة عنده قضية المسجد ليس بالشعائر فقط، نعم، ولكنها مرتبطة أيضا بالتعليم. يا سلام. فالتعليم الذي يفهمه الإريتري حسب السياق الذي كان موجودا ليس هو التعليم الحديث، إنما هو التعليم الديني. يعني هو يشعر بأن التعليم عندما إما يرتبط بمسجد وإما يرتبط بمعهد. والقطيعة اللي كان أحدثها الشعب الإريتري مع النظام الأثيوبي، أي كثير من الشعب، حتى لا أعمم، كثير من الشعب الإريتري ما كان يرى الذهاب إلى المدارس الأثيوبية مثلا، فهي بالنسبة له مدارس المحتل. وبالتالي كان ينزوي إلى التعليم في المساجد والتعليم في الخلاوي والتعليم في المعاهد الشرعية. إذا تقدم شوية في المعاهد الشرعية يذهب مباشرة إلى السودان أو يذهب إلى السعودية أو يذهب إلى اليمن حتى يكمل تعليمه الديني. فإذا فكرة المسجد عنده ليس فقط صلاة، ليست صلاة، وبل وجدت سبحان الله في التقارير يشير أيضا إلى أن موضوع المساجد كان فيها غير تدريس القرآن الكريم أيضا فيها تدريس اللغة العربية، ألفية ابن مالك وتدريس الحساب. فالمسجد نفسه يعطي ليس فقط يكتفي بالحالة. رسالة التعليم قائمة، رسالة التعليم كانت حاضرة، فأنت تدرس القرآن وتدرس اللغة العربية كلغة أساسية بالنسبة لك وتدرس الحساب، فيخرج الطالب إلى الحياة وهو عنده بعض الأدوات التي يستطيع أن يعيش بها في حياته. ولذلك حيثما ذهب الإريتري كما تفضلت تجده يهتم ببناء المسجد ومعها مباشرة الخلوة القرآنية وتعيين الشيخ الذي يعمل على تدريس الأطفال. فالمسجد عندنا هو منارة التعليم ومحل الذي يمكن أن يلتقي فيه الناس. بارك الله فيكم. ومن هذا المنطلق حقيقة لو يعني أعطينا إطلالة كرمضان ونحن نعيش أجواء هذا الشهر والمساجد، يعني كيف مثلا يكون الأجواء فيها والاهتمام، يعني المسلمين لا شك أنه يتزايد ويعمرونها بما يعني يكون في رمضان. هذا أيضا جانب من الحديث نحب أن يستمع إليه المشاهدون إن شاء الله. والله من فضل الله عز وجل أن بالرغم من الحصار وبالرغم من التضييق وكذا، لكن ظاهرة التدين عندما ترصدها أنت ترصدها في المواسم، ترصدها في يعني كيف تعرف أنه والله هذا المجتمع يتجه نحو التدين أو يتجه نحو غير التدين. ستلاحظ ذلك من خلال الصلوات، ستلاحظ ذلك من خلال الجمعة والجماعة، ستلاحظ ذلك من خلال صيام رمضان، ستلاحظ ذلك من خلال تجمعات الأعياد، لأن هذه مسألة مهمة جدا أيضا. فالمسلم الذي تراه مثلا حريص على مشاركة المسلمين في أعيادهم ويذهب إلى أن يكون ضمن هذه الحالة، كل ذلك شكل من أشكال التدين. ولذلك الراصد على الأقل عن بعد والمشاهد للحالة الإريترية لم تعد في تقدير حركة التدين داخل المجتمع هي حركة ممكن والله ترعاها جهة من الجهات، إنما هي حالة تلقائية، هي حالة تلقائية أن هذا المجتمع ينتسب إلى الإسلام وبالتالي يتعاطى مع هويته ومع دينه
بشكل طبيعي. أنت والله واجهته ما واجهته، ضيقت عليه، عملت، هذا كله بالنسبة له شيء آخر تماما. هو بالنسبة له مرتبط بالمسجد، هو بالنسبة له سيصوم، هو بالنسبة له سيحج. هذه الأركان الخمسة التي ينتسب من خلالها الإنسان إلى الإسلام سيؤديها بطبيعة الحال. ولذلك نلاحظ الآن أن حالة المساجد في رمضان بفضل الله عز وجل ليست بأقل مما نسمعه في بلاد المسلمين الأخرى. صحيح ربما الطريقة التي تؤدى بها هذه الشعائر وكذا فيها بعض الاختلافات، لكن كما يؤدي كثير من البلدان اللي هو صلاة التراويح 23 ركعة، كذلك يؤدي أهل الإسلام في إريتريا صلواتهم بهذه الطريقة، ولكن مع حرصهم على زيادة عدد الركعات إلا أنهم يعملون على تقليل القراءة. القراءة عندهم دائما ما بتكون قراءة، يعني غالبا إما القصار المفصل أو الاعتماد على آيات بعينها. لم تشتهر فيما أعلم حتى الآن، لم تشتهر فكرة إنه والله أن تكون هنالك مثلا ختمات قرآنية في المساجد. ربما تكون في بعض المناطق التي لا نعرفها، ولكن بشكل عام المناطق التي يشرف عليها الأوقاف وتشرف عليها الديانة هذه طبيعتها إلى هذه اللحظة تقريبا هي طبيعة مبسطة فيما يتعلق لكن الحمد لله المساجد تمتلئ والناس يصلون ويحرصون على أداء هذه الشعيرة الرمضانية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة يعني ونحن نتحدث عن يعني المسجد وشهر رمضان، يبقى الحديث أيضا ذات أهمية للقرآن الكريم. ربما أشرتم على حقيقة هذا الجانب لكن نفصل فيه بما تيسر. أنه هذا المسجد حقيقة هو يعني محل الاهتمام، وخاصة شهر القرآن، ويعني أهلنا في البلد حقيقة يهتمون بالقرآن، ويأتي هذا الشهر أكثر لهذا الجانب. فكيف هي حالة القرآن في رمضان في المساجد وفي عموم يعني حالة المسلمين عندنا في أريتريا؟ بارك الله فيكم. هو طبعا الموضوع القرآن والاهتمام به والارتباط به يعني يتوقف على مدى افتتاح الأطفال تحديدا أو ارتباطهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا سادت الأمية الشرعية بحيث والله هنالك من لم يقرأ أصلا القرآن ولم يدخل إلى الخلاوي، وهذا نادر حقيقة، نادر جدا أن يكون فيه مسلم مثلا مرتبط بالقرآن. يعني صحيح ممكن والله يكتفي بجزء عامة ويؤدي به صلاة وكذا، لكن قد لا يصل إلى أن يختم القرآن الكريم ويكمل القرآن. لكن كلما اتسعت مساحات العلم ومساحات القراءة ستجد أن الاهتمام بالقرآن سواء في التراويح أو في غير التراويح ستظل هنالك حالة الاهتمام موجودة. ولذلك سنلاحظ بأن الناس مثلا عندما يدخلون المساجد في رمضان أول ما يفعلونه أن الإنسان يأخذ مصحفه ويعمل على أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا لا تخلو المساجد أو بعض المساجد خاصة المساجد الكبيرة لا تخلو أيضا من حلقات يقوم عليها بعض الشيوخ ويجلسون في شكل دائرة أو في شكل حلقة مستديرة ليتدارسوا أيضا القرآن ويتلون القرآن ويصححون. وهنا تأتي الختمات، يعني ممكن تسمع أن والله مسجد يختم مثلا في رمضان القرآن الكريم. فالاهتمام عموما بالقرآن الكريم الحمد لله متوفر وموجود، والظاهرة كما قلت لم تختفي بفضل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة يعني حب يعني الأريتريين للمسجد وعنايتهم به واجتماعهم يعني عليه، يعني يكاد يكون هذا من ما هو من المسلمات ومما يجمع عموم الناس بمختلف ربما مذاهبهم الفقهية أو مدارسهم الفكرية أو عامتهم وخاصتهم. نعم. كيف يمكن أن نجعل المسجد حقيقة منطلقا لوحدة المسلمين ولمطالبهم الكبرى ولقضاياهم التي حقيقة ينبغي أن يلتفتوا إليها من خلال رسالة المسجد ومن خلال هذا الاجتماع الذي يجمع الكل؟ بارك الله فيكم. أولا خلينا نؤكد على مسألة مهمة جدا، أن كثير مما يختلف فيه أهل الإسلام خاصة الاتجاهات السنية، نعم، أنه أنا أصنف بأنه ضمن الخلاف العلمي وليس ضمن الخلاف الديني، نعم، أو ضمن الخلاف الدعوي.
فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تقوم على الخلافات العلمية الدقيقة التي يختلف فيها طلبة العلم في حلقاتهم العلمية، في ساحات الجامعات، في التخصصات التي ربما يدرسونها. هذه لها طريقتها طبعا، وبالتالي ستجد أن والله هذه المسائل إذا نحيتها جانبا وأردت أن تلتقي على القضايا الكبرى لن يكون خلاف. يعني مثلا الإسلام يرتكز على قضية مهمة جدا وهو توحيد الله. الإسلام يرتكز على قضية أخرى وهي توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هو الشخص المتبع في هذا الطريق. يلتقي المسلمون على قضية الكتاب، إنه والله كلنا نتلو كتاب الله بفضل الله، ما عندنا إشكالات. مثلا كالنصرانية عندنا 7 من الكتب ونختلف، لا، المسلمون يلتقون على إيه؟ القرآن الكريم. المسلمون يلتقون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا المذاهب السنية تلتقي على هذا وبالتالي لو شفت أنت والله القضايا الكبرى هذه، وأن والله هذه القضايا مما أمر الله أن نلتقي عليه. نعم. الله عز وجل يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. هذه القضايا التي التقت عليها الرسل هي القضايا الكبرى، القضايا الكلية، ليست تفاصيل، لأن التفاصيل اختلفوا حولها. الرسل نفسهم لكل له منهاج وله شريعة. فأنا في تقديري إذا كان والله أهل الإسلام في إريتريا تحديدا ذهبوا إلى تجاوز الخلافات التي لها علاقة بالفروع، لها علاقة بالدرس العلمي كما نقول، لها علاقة بالتفاصيل أكثر مما لها علاقة بالكليات، فليكن الالتقاء على الكليات، وليكن المساجد في دعوتها تركز في هذا الاتجاه. إن والله أنت كيف تركز في تدريس قضايا التوحيد الكبرى، أن الله واحد لا شريك له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، مش كده؟ ثم تلتقي على أن والله ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو حق المسلم على المسلم. إذا ركزت في القضايا الكلية ستذهب مباشرة أنك أنت أمة واحدة. نعم. مش كده؟ أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإذا تم تركيز الناس على هذه الجوانب يكون جيد. لكن أنا أديك نموذج مثلا كيف إنه والله القضايا الصغيرة إذا وجدت كبار يعالجونها تعالج. في عهد المفتي إبراهيم عليه رحمة الله، هذا الرجل حقيقة يجب أن يدرس دراسة، لأنه فعلا قام ليست سهلة، لا أقول قام على مستوى الشعب الذي، ولكنه قام علميا على مستوى العالم الإسلامي. ورجل عالم ورجل فاضل ورجل حكيم، وآتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة. ففي مدينة كرن مثلا، تعرف أنت كرن غالبيتها مالكية، وفيها من إخواننا الجبرتة أحناف، أهل أسمرة طبعا المذهب الحنفي. فكان الناس مثلا الإخوان الجبرتة أو الأحناف خلينا نقول لما يدخل المالكية في الوتر ينسحب الأحناف، لأن الأحناف يقولون بالوصل، الشفع والوتر يصلونها، والمالكية يفصلون، يجيب الركعتين وبعد ذاك يجيبوا شنو؟ ركعة. الأحناف يخلوها زي صلاة المغرب. فكان عندهم مشكلة، كانوا يسحبون. هذا الانسحاب كان يحدث إشكال، يبين في حالة بتاعت إيه؟ حالة بتاعت فرقة وحالة بتاعت اختلاف. ماذا فعل المفتي عليه رحمة الله؟ وأنا أحسب أنه كان من الأحناف. أوجب على المصلين أنه حيثما وجد الإمام يؤتم به، كان مالكيا كان شافعيا كان حنفيا. إذا المالكي خلف الحنفي فليتم وليصل، وإذا الحنفي خلف المالكي فليفصل. والوصل وارد والفصل وارد. فحل الإشكال. حل الإشكال بنفس الطريقة. يعني أنت اليوم إذا كان في إدارة حكيمة أو في أوقاف يهمها جدا مصلحة اللي هنا، ويهمها لا تكون أداة من أدوات السلطة، لأن السلطة أيضا أحيانا يهمها أن تكون في تناقضات وفي خلافات، وهي تلعب على هذا على هذا التناقض، فتقرب هذا وتبعد تبعد هذا، وتضرب المجموعات بعضها ببعض. إذا ابتعدت الناس عن هذا الجانب اعتقد أن الوحدة مكانها الطبيعي هو المسجد، ومكانها الجامع، ومكانها وجود حالة علمية راشدة حتى تستطيع إن شاء الله أن توجه الناس إلى الوحدة وإلى الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. حقيقة فضيلة الشيخ كما نعرف الآن الوضع بالنسبة للتعليم الإسلامي يكاد يكون فيه حقيقة مضايقات وإغلاقات حصلت، ومن هنا واجب المسلمين حقيقة تجاه مساجدهم، وتجاه أيضا الحرص على أن يبقى لهذا المسجد رسالته في التعليم.
كيف يمكن للمسلمين في إريتريا أن يحافظوا على دور المسجد التعليمي، وعلى أن حقيقة حتى العمراني بما يعني يمكن أن يقوموا به من وسائل كجهد أهل داخلي، وقد يجدوا أيضا من يدعمهم من أبناء بلدتهم من الذين في المهجر وكذا. لو تحدثت لنا عن هذه الزاوية. بما أن النظام طبعا هو حساسيته عالية جدا من قضية الدعم الخارجي، نعم. تحسس من قضية الدعم. ليس أمامنا في تقديري في إريتريا إلا أن يهتم أبناء كل منطقة بمنطقتهم. جميل. يعني مجموعة من الناس موجودة في الخليج، موجودة في أوروبا، موجودة في كذا، يجب أن تنظر إلى أن المسجد أحد المنارات المهمة جدا، منارات وعي، منارات تدين، منارات توحيد، منارات حل مشكلات. وبالتالي المجموعة في الداخل وأبنائهم في الخارج يجب أن يساهموا مع بعضهم البعض إحياء موضوع المسجد. نعم. وأنا في تقديري هذه فرص قد تكون مواتية، ويمكن للناس إن شاء الله أن تهتم بهذا الاتجاه. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. توعد الله تبارك وتعالى بأن من يعمل على هدم مساجد الله أو تخريبها أو عدم عمرانها عمرانا ماديا أو عمرانا معنويا فقد توعده الله سبحانه. وفي نفس الوقت أيضا الله تبارك وتعالى امتدح من يقوم بعمران المساجد. يا سلام. من يقوم بعمران المساجد وبنائها والاهتمام بها امتدحه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن إن شاء الله محتاجين إلى أن يكون هنالك اهتمام. وأنا في قناعتي أن هذا الدين له قوته الذاتية، مهما حاولت السلطات أن تضيق عليه أو تحاول تمنع، لكن هنالك قوة ذاتية. يعني استطاع المسلمون أن يعملوا في أسوأ أنواع الدكتاتوريات. في روسيا مثلا الاتحاد السوفيتي كان الناس يلاحقون لو تم تقريبا قبض عليه. الحمد لله إلى الآن إريتريا لم نصل فيها إلى هذا المستوى، يعني لا زالت المساجد موجودة ولا زال المسجد، لكن التضييق وفكرة التضييق هي نفسها فكرة سيئة في أن تشعر المواطن أو تشعر الجهة التي لا يفتح لها ولا يفسح لها المجال تشعر بأنها والله مواطنتها فيها إشكال، فهي ستحدث أزمة سياسية وأزمة ثقة أيضا بين المواطنين وبين السلطة القائمة في البلد. لكن لا أتصور أنها ستعطل دين الله، ودين الله سيمضي. إذا كان في الاتحاد السوفيتي لما انهار وجدوا أن هنالك حفظ القرآن الكريم، وأن الأطفال كانوا يدرسون تحت الأقبية وتحت والأب يسلم طفله للشيخ ولا يسأل منه إلا بعد 4 سنوات، يحدد له تاريخ الاستلام. فالإسلام سيظل يعمل، لأن كما قلت قوته ذاتية وممتد. يعني هذه القوة مأخوذة من قوة الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فدين الله لا يمكن أن يموت. صحيح أنت تضيق، أنك أنت لن تريح الناس، لكن في نهاية المطاف سيذهب هذا الدين إلى نهاياته بأنه هو دين الهداية. وبالتالي نحن لا بد إن شاء الله أن يكون الاهتمام وأن نصر على أن هذه حقوقنا ويجب أن لا نفرط فيها. نعم. وعلى المسؤولين أيضا من أبناء المسلمين سواء كانوا في الجيش أو كانوا في المؤسسات السياسية أو كانوا في المؤسسات المدنية أو كانوا في المؤسسة الدينية نفسها، لا بد أن لا يفرطوا في هذه الحقوق. يعني من أبسط الحقوق إنه والله يكون عندك أنت مؤسستك الدينية على حسابك الخاص، أنت ما مطالب الدولة ولا مكلف الدولة شيء. خلي إذن الدولة تخضع لهذه المطالب بأي طريق من الطرق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة ضمن أيضا الاهتمامات التي ممكن أن حقيقة يعني تجعل المساجد عامرة قضايا يعني مثلا المسابقات القرآنية والمسابقات الإسلامية، يعني بحيث يكون الجو لو أيضا يعني ألقينا يعني في هذا إطلالة بحيث المسجد يكون حقيقة يعني جاذب، ويكون لفئات الشباب ويعني في التراويح، وأيضا من ناحية الدروس. الحقيقة نفسية الشعب المسلم عندنا حقيقة نفس قابلة للمكث وللسماع. يمكن هذا يعني إن كنا قادرنا الوطن صغارا، لكن نشاهد في المهجر من الميزات التي في هذا الشعب أنه يعني لا يغادر سريعا من المسجد. فهذا المكث كيف يمكن أن يستثمر دعويا ويعني في هذه الجوانب؟ بارك الله فيك. والله نحن غاية ما يمكن أن نقوله وننصح به أنه والله يجب أن نستثمر المساحات المتاحة أفضل استثمار. نعم. يعني إذا كانت هنالك مساحات متاحة في أنه والله المساجد مفتوحة
وأن الناس يستطيعوا أن يقرأوا القرآن، ويستطيعوا أن يعملوا المسابقات، ويستطيعوا أن يكون هنالك والله مسابقات للقرآن الكريم. وطبعا من المبشرات بشكل عام خلال السنوات الماضية كنت أتابع بعض الأحوال، تلاحظ بأن بعض الإريتريين بدأوا يشتركون في المسابقات الدولية مثلا، وهذه مبشرات طيبة جدا في أن والله الناس مع كل هذا الوضع أن تكون هنالك بعض المجموعات تستطيع أن تشارك بقراءة نظيفة وقراءة صحيحة، وهذه من أفضال الله تبارك وتعالى. فلنزد هذه المساحات. يعني أنت كيف تستطيع تنافس في الخارج إذا كان ما عندك شغل في الداخل؟ هذه المسابقات لو اشتغلت في الداخل والتحفيز لها تم في الداخل، ستجد أنه والله هذه فرصتها بعد ذلك إلى الخارج يعني. فنحن أيضا محتاجين كما تفضلت أن نملأ هذه الفراغات، سواء بأن والله الدعاة يكون لهم دروسهم ويكون لهم أنشطتهم، والأوقاف بطبيعة الحال ستشرف على هذا الوضع، أنه حتى لا يفهم أنه والله كأنه نحن قاعد نقول للناس أن تعمل خارج الحالة. لا، نفس الأوقاف إذا كانت هي المؤسسة الرسمية الموجودة التي تستطيع أن تشرف على هذه الأمور فليكن ذلك. ما في إشكال يعني. ولتطمئن على أنه والله ما يباشر هو حالة دينية فقط، لا علاقة له لا بالتنظيمات ولا علاقة له بالسياسة ولا غيرها. خلي الناس تنشأ على الأقل على معرفة دينها وعلى معرفة كتابها ومعرفة ربها، وهذه المسألة لها علاقة بمستقبل الإنسان الأخروي. فلا يعني علينا أن لا نفرط في هذا الموضوع. وكما تفضلت مساحات الهوامش أدرى بها أهل الداخل، ويعرفوا كيف يستثمرونها وكيف يمكن أن تكون إن شاء الله موجهة لهم. نعم، بارك الله فيكم. هناك يعني كانت لفتة جميلة في التقرير عن الأوقاف الداعمة لرسالة المسجد، والحقيقة هذا الموضوع موضوع حيوي في فقهنا الإسلامي وفي الدعوة، وأهميته تنبع من أنه يكون حقيقة يعني رافض ومعين لهذه المؤسسات أن تؤدي رسالتها بنوع من يعني حقيقة من الاطمئنان وعدم الانقطاع. يعني كيف يمكن للمسلمين في الخارج وفي الداخل أن يعني يهتموا بهذا الجانب حتى تكون هذه المؤسسات تؤدي رسالتها التي يعني هي مطلوبة منا؟ بارك الله فيكم. هو تاريخنا كله قائم على أساس، حتى في الدولة الإسلامية نعم، تاريخ قائم على أساس أنه صحيح ممكن الدولة لما تكون دولة إسلامية تساعد الناس على الجانب بتاع التدين، لكن في مثل أوضاعنا نحن التي والله أنت أمام سلطة لا تساعدك، بل أمام سلطة معيقة، أمام سلطة لا تساعد الناس في أنه يكونوا والله يذهبوا إلى تدينهم، ليس أمامهم إلا الاستفادة من القانون المتاح اللي هو قانون الأوقاف، مع أنه قانون الأوقاف كان في الحالة الأتيبية ربما أفضل من الحالة اللي هي عليها اليوم، لكن يبقى في النهاية في أوقاف وفي إدارة لهذه الأوقاف. كيف أنت تستطيع تطور الأوقاف القديمة؟ وإذا كانت هنالك أيضا مساحات متاحة للأوقاف الجديدة، يجب أن والله كل مسجد يرتبط أيضا بإيه؟ بالوقف. من جانب أنت والله أول ستضمن استمرارية هذه المؤسسات الدينية، ومن جانب آخر أيضا السلطة نفسها تكون مطمئنة أنه والله ما في أموال تأتي من إيه؟ من جهات هي تتخوف منها مثلا. لكن خلي والله أهل المنطقة، تجارها، مشايخها، مسؤولينها يسعوا مع بعض في أنه والله هذا المسجد يكون حوله أوقاف، سواء كان مثلا طاحونة ولا فرم ولا بقالة ولا دكان ولا أي شيء مما يدر على هذا المكان عائد مالي. نعم. هذا الذي يجعل والله الناس تستمر في وأنا أميل إلى أنه كل المؤسسات أو كل الشعائر الدينية عندنا يفترض أن تتحول إلى يعني يكون لها مؤسسات داعمة لها، ويمكن أن تتحول فترة من فترات مؤسسة الزكاة مثلا قوية ومؤثرة في دعم المجتمع ودعم التحول الاجتماعي اللي ممكن أنت تقوم. مؤسسة المساجد وما تحتاجه من إعمار، الحج وما يحتاجه أيضا من أعمال. فهي كيف نستطيع نحن والله نجعل المجتمع يدعم حالته الدينية. وخليها كده في الحالة دي، خلي العلمانية التي يتكلمون عنها، انت خلاص انت بتقول والله انا لا اريد ان ادعم الاديان، مش كده؟ طيب لا تحرم اهل الاديان من ان يدعموا انفسهم. نعم. هذه ما علمانية. اللحظة التي تدخل في الشأن الديني لتحرم الناس من التعبير عن هويتهم الدينية، هنا تحولت الى شيء اخر تماما. نعم. علمانية انك انت والله تنحي، هنا دخلت في اللائكية كما يقولون، وهي اللا دينية وليست العلمانية. العلمانية فصل المؤسسات وفصل الحالة الدينية عن الحالة السياسية، لكن تبقى الحالة الدينية قوية. كبرى الديمقراطيات والعلمانيات في العالم اليوم فيها المؤسسة الدينية قوية جدا بس بالمجتمع وليس بالدولة. فليت الناس تستوعب هذه الحالة لتجعل هذا المجتمع
مجتمع منتمي إلى أرضه وإلى وطنه، وليس عنده مشكلة وأزمة على الأقل على المستوى الديني مع السلطة السياسية القائمة. بارك الله فيكم. حقيقة في سياق الوعي الذي يعني يجب أنه يكون حاضر عند يعني المسلمين في حقوقهم، وهو على الأقل بالمقابل يعني نجد البلد متاح فيه بناء الكنائس، ونجد أيضا الاهتمام بالقساوسة، وحتى الدولة أصبحت تظهر هذا من رأس نظامها إلى وزرائها. نعم. فحقيقة المسلم أيضا يعني بهذا المنطق فليطالب، ما الذي يعني يجعله ينزوي أو لا يطالب بشعائره أو ببناء مساجد أو ترميمها أو بالتضييق عليها؟ يعني هذا أيضا أمر حاضر. هو شوف سبحان الله، لاحظ أنت كيف أن الوضع في إثيوبيا يتجه نحو الانفتاح، على عكس الوضع لما كان مثلا إمبراطور هيلي سلاسي. لكن إلى الآن أزمة إريتريا هو العقل المتأثر بالإمبراطور، اللي هو الرجل الأول في الدولة الإريترية. يبدو أن عقليته كهنوتية، عقليته إمبراطورية. هو يرى أصلا أن والله المجتمع هذا يدمج كله في حالة واحدة. لكن اليوم نحن مثلا أثيوبيا تقدمت وتطورت وتصالحت مع مجتمعها، وأتاحت الفرص للمسلمين بما يتناسب مع حجمهم، بينما نحن للأسف الشديد يحصل فينا نوع من التراجع والتضييق. والآن لاحظ هذا التقرير، لو اليوم تقريبا أردنا أن نقف على واقع التقرير، والتقرير حقيقة فيه تقريبا حتى الأوقاف بالتفصيل، وفيه المدارس بالتفصيل، وفيه المعاهد بالتفصيل. أنا يمكن ذكرت فقط الآن بحكم طبيعة الحلقة ما يتعلق بالمساجد، لكن الأمر أوسع من ذلك بكثير يعني. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. والحقيقة لمزيد فائدة في موقع إبراهيم المختار، المفتي السابق فضيلة الشيخ رحمه الله إبراهيم المختار، يمكن الرجوع لهذا التقرير والاستفادة من ما ورد فيه من معلومات. في ختام لقائنا هذا يطيب لنا ويسعدنا جزاكم الله خير أن نشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة المفيدة، كما نتفضل بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان بارك الله فيه. لأن نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي قضايا إريتريا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب